هل التسميع سمع الله لمن حمده والتحميد ربنا ولك الحمد للإمام أم للمأموم أم للمنفرد؟ هل التسميع والتحميد للإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، أم للمأموم أي الذي يصلي خلف إمامه، أم للمنفرد الذي يصلي وحده؟ أولا المنفرد. التسميع والتحميد للمنفرد سنة إذا كان المصلي يصلي بمفرده فإنه يجمع بين التسميع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد إن كان يصلي منفردا. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى جمع بين التسميع والتحميد. إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين يكبر، يعني يقول الله أكبر. طيب، قالوا الرواية لم تفرق بين كونه إماما أو منفردا. ده وجه الاستشهاد والاستدلال من الرواية دي. قالوا الرواية لم تفرق بين كونه إماما أو منفردا، وما شرع من الذكر والقراءة في حق الإمام شرع أيضا في حق المنفرد كسائر الأذكار الأخرى في الصلاة. بل ونقل الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهما أي بين التسميع والتحميد، نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن رشد والإمام ابن عبد البر والإمام الطحاوي وغيره. يبقى المنفرد أي الذي يصلي منفردا وحده يجمع بين التسميع أي قول سمع الله لمن حمده والتحميد أي قول ربنا لك الحمد. طب الإمام يجمع الإمام أيضا بين التسميع والتحميد، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن الأحناف، وهو قول محمد وأبي يوسف من الأحناف طبعا. وقال بهذا القول بعض السلف، واستدلوا برواية أبي هريرة التي ذكرتها آنفة. كان صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. وبما رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم أي معتدل ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا. طيب، ما حكم التسميع والتحميد للمأموم؟ تعرفنا على حكم المنفرد وعلى حكم الإمام. ما حكم المأموم أي الذي يصلي خلف إمامه؟ يكتفي المأموم بالتحميد فقط، وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة. يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لا يقول المأموم الذي يصلي خلف إمامه سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا لك الحمد. يبقى السنة في حق المأموم التحميد فقط وليس الجمع بين التسميع والتحميد، لما روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، خلي بالك، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. دلالة واضحة، الحديث واضح. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.